مساء الفل. آه بنتعادل لتالت ماتش على التوالي. 2-2 مع سيراميكا كليوباترا. بجد أنا مش عارف أبتدي الماتش، أتكلم عن الماتش ولا أتكلم عن الكوارث اللي قبل الماتش، ولا الواحد بجد تعب. يا حقيقي، حقيقي تعبت. لأن أنت بتتكلم في حتة واضحة قوي وباين قوي مشكلة الزمالك فين، والناس رايحة مع الشلاحات الناحية التانية. اللي بيحصل في الزمالك دلوقتي ده نتيجة كوارث حصلت في الشهور اللي فاتت، سواء بدني للعيبة، سواء تكتيكي في الملعب واختيارات مدربين غلط، سواء أصلا اختيار لعيبة غلط، سواء متابعة اللعيبة بسبب الإدارة. تعالوا كده واحدة واحدة نتكلم. أولا الرمادي اللي هو أقل واحد ممكن الواحد يلومه في ماتش النهاردة، يعني لو هنتكلم عن الماتش بالأخص، فالرمادي طبعا هو جاي أول امبارح، فأكيد النتيجة بتاعت النهاردة مش هتبقى بتاعته. لكن أنا كمدير فني ومصري، أنا شايف اللعيبة دي وعارفها، يعني أنا مش غريب. يعني لو لعيب أجنبي مدرب أجنبي هقول لك أوكي، ما أعرفش مين ناصر ماهر، ما أعرفش مين عبد الله، ما أعرفش مين مصطفى شلبي، ما أعرفش مين حسام أشرف، ما أعرفهمش. إنما الرمادي عارف، شايف اللعيبة دي، والمفروض إنه بما إنه مدرب في الدوري المصري فهو شايفهم وعارفهم. فانت شفت بعينيك الكوارث اللي مصطفى شلبي ودونجا وحسام اشرف لما نزل بيعملوها. وقبل الجون التاني حسام اشرف غلط نفس الغلطة. على فكرة الجون التاني كارثته في حسام اشرف. اه طبعا هنتكلم على صلاح الدين مصدق وعيبه اللي انا قلته من ايام، من شهرين او حاجة، لما كان بيلعب في كاس الرابطة ما بيعرفش ينط. هو لعيب كويس على الارض وكل حاجه وشخصيه، لكن هو ما بيعرفش ينط حرفيا يعني. فدي عنده مشكله فيها ويتمرن. يعني هو مش ضايع خالص زي الباقي يعني. لكن ايمن الرمادي انت واقف على الخط بتعمل ايه؟ اولا انت ليه غيرت الخطه ل 5-4-1؟ يعني انت في 12 دقيقه واقل واجب 10 دقائق وقت بدل ضايع، وانت في الدقيقه 77 بتقرر ان انت هقف ادافع. طب هو انت مش شايف اللي كان بيحصل الماتشات اللي فاتت لما كنا بنقف ندافع؟ الأسوأ من كده، انت مش قايل للعيبه انتوا هتقفوا تدافعوا ازاي. ما هو ده مشكله مدير الفن المصري بتاع التسعينات. ده فكر تسعينات، ان انا مش مدرب اللعيبه على حاجه. تمام، فيلا انزلوا العبوا اربعه، وهوبا في اخر فاضل 10 تلت ساعه، يعني تقريبا نص الشوط، انا قررت ادافع ورا. والدافع يعني ايام بيسيرو هو كان عامل منظومه انا كنت شرفتها اياميه. مين بيطلع مع المهاجم، مين بيستلم، ولما واحد من المدافعين بيطلع بيلم وراه ازاي، الضغط ازاي، الترحيل ازاي. في الحته دي بيسيرو كان كويس. انت مش قايل للعيبه هما المفروض يعملوا ايه. فانت ليه بتغير الطريقه؟ انت لو كنت لعبت 4 2 3 1 لحد اخر الماتش انا ما كنتش هتكلم، ما حدش اصلا هيتكلم معاك، انا ما عنديش مشكله. لكن ده يبين لي دي فيها ايه. نظام يلا يا رجاله انزلوا وربنا معانا ويوفقنا، ده ما بقاش في الكوره. بنتايج حتى صلاح مصدق، عبد الله السعيد، الثلاثه دول تايهين في الملعب، تايهين. اما بقولش ان هم وحشين، لا، هو صلاح مصدق عنده مشكله، وعنده مشكله ذهنيه اكتر منها مشكله بدنيه او مشكله فنيه او حتى تكتيكيه. هو عنده عيوب عادي زيه زي اي بني ادم. لكن يا جماعه اللعيبه دي اتعمل لها، هقول ايه، عصف ذهني.
اللعيبه دي مش متعوده على الهبل اللي بيحصل في الدوري المصري ده. بنتايج اللي الناس بتقول عليه حلو، لا هو تايه في الملعب. هو تايه حرفيا. هو لولا ان الواد كويس، لا هو اتقال له حاجه، فواضح ان هو كل ما يجي يتقدم يرجع. دخل مرتين في قلب الملعب، ما معرفش دي توجيهات ولا ايه، بس هي اكيد توجيهات. يعني هو مش هيسيب الباك الشمال فجأة ويخش يمين كده لوحده. لكن باين ان هو ملعوب في دماغه. يعني اللي واقفين بره هو ما عندوش مشكلة، هو عايز ينفذ اللي بيتقال له. فلما يتغير عليه 3 مدربين ولا 4 مدربين، طبيعي يبقى مستواه يعمل كده. حتى عبد الله السعيد نفس الكلام. هو بيشتغلوا بقى ايه، يلا بينا بقى، انا هنزل بنفسي وتيجي زي ما تيجي. ما ينفعش. انا قلت قبل الماتش ايه، لما انا كنت بقول لو انا مدير فني نادي الزمالك، اللعيبه دي ما ينفعش يجي مدير فني بفكره عايزهم يطبقوا فكره. اللعيبه دي اضعف من كده بكتير يا جماعه، احنا في حته بعيده قوي. هو اصلا في مركزه بيقدم يا دوبك 30 40% في مركزه اللي بيعرف يلعبه. فانت هتاخده من 30 40% تحطه في مركز ثاني اصلا، ومش هديك حاجه خالص خالص. انت عندك مثلا ناصر ماهر. ناصر ماهر يا جماعة هو بيلعب ناحية الشمال في قلب الملعب، أو نمرة 10 بكبيره. لما تجيبه ناحية اليمين هو مش عارف يتصرف، والإصابة اللي اتصابها دي بسبب ده، غير إن هو بدني وحش، ده موضوع تاني. إنما هو ما بيعرفش يتصرف ناحية اليمين. عبد الله السعيد نفس الكلام، اللعيب العبقري ده هو ما بيعرفش يلعب ناحية اليمين. يعني أنت لو جبت عبد الله السعيد ناحية اليمين مش هتاخد منه نفس المستوى اللي هو بيعمله ده. وعملوها قبل كده وفشلت. فتوح نفس الكلام. مصطفى شلبي اللي هو ضايع خالص ناحية الشمال، لما هتجيبه ناحية اليمين بس نام جنبه، مش هتلاقيه. فانت اللي انا قلته قبل الماتش ايه، انت لازم تلاعب كل لعيب في المركز اللي هو بيعرف يلعب فيه. ما تجودلوش، ما تحطوش في حتة جديدة. فتروح جايب سيف جعفر وينج يمين. انا عارف ان احنا ما عندناش لعيب، انا ما عنديش اي مشكلة، لكن مش للدرجة دي. هو الواد حاول بصراحة، يعني على قد ما قدر يملى الفراغ بتاع الحتة دي، لكن طبعا رايحة منه خالص يعني. فالماتش الرمادي ما كانش ذكي كفاية في المنعطفات اللي حصلت في الماتش. كان المفروض ينزل محمد حمدي ناحية اليمين مكان أيضا اسمه إيه، حسام أشرف. كان لازم. باين الواد تايه، بيدخل جوه الملعب وما بيرجعش. احنا بنلعب 5-4-1 المفروض يعني. فالرابع ناحية اليمين، الوينج اللي هو الوينج اليمين هو حسام أشرف. لا هو هتلاقوه في قلب الملعب. يعني الجون لما هيدخل هتلاقوا المشكلة دي. فالمشكلة ان ايمن الرمادي هو ملحقش ان هو يقول حاجة. ما عنديش مشكلة، بس انت ملحقتش تقول حاجة، واللي انت قلته غيرته في اخر الماتش. انت كل سنة وانت طيب، ايمن الرمادي مش هيكمل، ايمن الرمادي اللعيبة مش هتحترمه، ايمن الرمادي يا دوبك هما 3 4 ماتشات دول وهيمشي بعد كده. علشان تغيير الخطة في آخر 10 دقايق في الماتش، وهي كانت سبب خسارتنا في الماتش. تغيير في الخطة دي هي سبب خسارتنا في الماتش. فنيا صلاح مصدق يشيلها علشان ما التحمش وما بيعرفش ينط، ده جزء. حسام أشرف كان المفروض يبقى واقف ناحية اليمين، ما كانتش الكرة هتترفع عرضية أصلا أكيد. لكن أيمن الرمادي يشيلها تماما، لأنه كان واقف بيتفرج عليهم وسايبهم بيغلطوا نفس الغلطة. الجون ده نفس الغلطة بتاعت حسام أشرف قبليها بكذا دقيقة. ف الرمادي دي ما عجبتنيش يعني. مصطفى شلبي، دونجا، وحسام أشرف بره. لو أنا المدير الفني بعد الماتش ده بره النادي، مش ما تتمرنش معايا، أنت بره النادي. بصوا يا جماعة، أنا ممكن أستحمل مصطفى شلبي إن إمكانياته على قد، ممكن أستحمل دونجا إن هو ما بيعرفش يبص لقدام وما بيعرفش يبص لقدام، فهو بيفضل يلف حوالين نفسه لحد ما يرجع الكرة لورا. إمكانياته كده. فأنا أدعمه وحاول واجتهد تمام، أشيلك على كتفي أنت برضو إيه،
بتلعب ولابس تيشيرت الزمالك. انما الشارة دي معناها انك تنزل الملعب تموت نفسك. امكانياتك ايه؟ دي بتاعت ربنا واجتهادك الشخصي. انما جريك وغيرتك على الفانيلا دي، ده ليه تمن. انتوا طول الماتش فنيا صفر. بعد الجون التاني ما دخل واللامبالاة اللي بانت على وشكوا، انتوا وقعتوا من نظري تماما، وما تستاهلوش لبس التيشيرت ده خالص. انتوا ما تتحركوش. انتوا انتوا مش فارق معاكوا الماتش، انتوا مش فارق معاكوا النادي، انتوا مش فارق معاكوا الثلاث نقط، انتوا مش فارق معاكوا الجماهير، مش فارق معاكوا حاجه. خلاص غور ال60 داهيه، ولا تلزمونا. لا حرفيا ما تلزموناش يعني. الوحيد اللي كان عنده شويه عبد الله السعيد، عشان هو كده. يا راجل ده سيف الجزيري نزل قطع كرة ورجع بيها تاني. انتوا عايزين ايه؟ يعني انتوا عايزين ايه؟ يعني انتوا حسام اشرف ده اللي بقاله شهرين قاعد على الدكه وما شافهاش. المفروض انت راجل هداف دوري، فانت المفروض بقى تاكل في نفسك وتاكل النجيله عشان تثبت ان انا حق ان انا اكون موجود اساسي في نادي الزمالك ومنتخب مصر. انما انت واضح ان انت كنت في الشهرين دول نايم، مش فارق معاك اصلا ان انت تكون موجود. فخلاص ما دام مش فارق معاك بالسلامه، فارقنا. توجعش دماغنا، توجعش دماغنا ونقعد ايه، نقول طب نديله فرصه، طب نحاول معاه، طب هو الواد. لا، انت مش فارقه معاك، انت مش فارق معانا. الاداره بقى، لو كلام ميدو صح ان هو هيجيب مدير رياضي، اتمنى انه يكون اجنبي. تمام، علشان يبقى الموضوع ويجي بمدير فني اجنبي، وهما الاتنين اللي يحطوا بقى الخطط، وهما اللي يحطوا التشكيلات، وهما اللي يشوفوا اللي يختاروا اللعيبه، وهما اللي يعملوا كل حاجه. واتمنى ان يكون في جهاز فني اجنبي للناشئين مش مصري، عشان اللعيب الناشئ يطلع صح، ما يطلعش مخوخ زي ايشو كده. لا انا مش عايز صدف. يعني حسام عبد المجيد صدفة عشان بس كان طويل، انما الواد اشتغل على نفسه بعد كده. مصطفى محمد صدفة. انا مش عايز صدف يا جماعة، انا مش عايز كل 3 4 سنين يطلع لي ناشئ، انا عايز كل سنة يبقى عندي 4 5 ناشئين. وده مش هيعمله مدير الفني المصري، عشان بس نبقى صراحة. فالإدارة بتاعتنا الحمد لله ضايعة، هي السبب الأساسي في اللي احنا فيه ده. هي السبب في إصابات اللعيبة البدنية، هم السبب. ليه هم السبب؟ لأن أنت شايف عندك كنز اسمه فتوح واسمه ناصر ماهر، وانت شايف ان هم وحشين علشان ما بيتمرنوش كإدارة. انت شايف لان انت عندك التاريخ، بيسيرو جاي من شهرين، مش عارف مين جاي من شهر. انما انت اللعيبة دي عندك بقالها سنين وانت شايفهم وعارفهم. فانت عارف انهم بيسهروا، ما بيتمرنوش كويس، ما بيفكروش في الكورة، عندهم مشاكل بره. انت عارف ده، انت عايش معاهم. فانت كان لازم تتدخل عشان نلاقيهم في الملعب في ماتش زي ده. مش يجي الرمادي في اخر الماتش هو بينزل ونش عشان ما عندوش مهاجمين، ما عندوش وينجات، ما عندوش حد ينزل يلعب. كان ممكن ينزل محمد حمدي زي ما انا قلت، بس هو محمد حمدي ده جناح، يعني ده باك شمال. احنا وصلنا لمرحلة وحشة لان احنا اللي وصلنا نفسنا لكده. ادارة ما عندهاش فكر، ما عندهاش عين. طيب بقول لك، انت شايف المشكلة، انت عارف ان الاتنين دول هيفرقوا معانا جامد. ومن شهرين انا عن نفسي بتكلم في الحوار ده. ليه ما تضغطش عليهم؟ ليه ما تمسكهمش؟ ليه ما تقرصش ودنهم؟ ليه ما تتكلمش معاهم؟ ليه ما تحفزهمش؟ شوف يا عم دخلتهم منين، ما كل لعيب له باب. شوف دخلته ايه علشان تاخد منه، بدل ما احنا بنقول دلوقتي يمشوا. اللعيبه دي كنز، لو مشيت خساره. انت تقدر تلمعهم، يا راجل لمعهم وبيعهم يا عم. يعني انا مثلا مع فتوح ده، لو اتلمع وراح الخليج هيجيب لك 2 3 مليون دولار. ناصر ماهر نفس الكلام، الجزيري نفس الكلام. يا جماعه احنا الزمالك، انت لو عملت كده بس على اي لعيب هيجيب ملايين. احنا الزمالك، فين بقى مين اللي يقعد يشتغل ويفكر في الكلام ده؟
قلت قبل كده الماتشات اللي فاتت اللي جايه اسوء، وادينا في الاسوء عشان الكلام ده كله ما بيتنفذش. لقطات بقى في الماتش وكلام فني في الماتش، كله في الهجايص، كله في الهجايص. مش مستحمله. اللي انا بس عايزه كنت يعني لو في عايزين تشوفوها، مشكله الجون وخساره النقط كانت ايمن الرمادي لما غير الخطه، وحسام اشرف انه ما غطاش جناح يمين وفضل. يا راجل ده عبد الله السعيد ابو 40 سنه هو اللي جري بيحاول يلحق الكوره عشان انت بتتمشى في الملعب. لا، حسام اشرف صعب قوي بصراحه. ودونجا ومصطفى شلبي. طبعا الماتش الجاي بيراميدز. اللي يقول لك ان احنا نفوته عشان الاهلي ده كلام هجص من الاخر. مفيش حاجه اسمها فوت الماتش وعشان الاهلي. هو يتحرق الاهلي على بيراميدز، انا مش فارق، انا الزمالك يا جماعه. انا العب عشان اكسب. هو انا هغير تاريخي؟ هو انا هغير دماغي؟ هو انا هغير اللي انا عايزه؟ انا بنزل اكسب اي ماتش، انا عايز اكسب احط على اي حد. مفيش بقى كلام العيال الصغيره ده والحريم، انا ما بحبوش. تنزل تكسب، تنزل راجل. مفيش حاجه كده. هنكسب في الاخر، انا مش بقول ان احنا هنكسب بيراميدز، احنا سكواد ما يعلم به الا ربنا، ولاعيبه ما تستاهلش النعمه اللي هم فيها. وهنكسر من بيراميدز في الكاس. ويا رب بس نفضل في المركز الثالث اصلا من بابه. سلام.